ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل طاجن الفراخ الجميل ده. طاجن فراخ بالبصل، بربع كيلو فراخ هنعمل الطاجن اللي انتوا شايفينه ده وبأقل التكاليف. تعالوا معايا معلقة كبيرة من الزيت، ومعايا معلقة كبيرة من الزبدة اللي احنا عملناها مع بعض. وبعد كده هنزل بقطع الفراخ وهشوحهم كده لحد ما يتحمروا. وبعد كده هنزل بصلتين كبار، طاجن سهل جدا بس طعمه خطير خطير جدا. لازم تحمري الفراخ شوية وتاخد لون زي كده عشان ما تنزلش ميتها. لو نزلت البصل بعد كده وهي مش متحمرة كويس هيتسلق مش هيتحمر معاها. وهنقلب دلوقتي البصل معاها لحد ما البصل يدبل زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنزل بالتوابل، التوابل بسيطة وحلوة قوي. هنزل بمرقة وسبع بهارات وبابريكا وفلفل اسود وقرفة ورشة ملح، وهقلبهم كده مع بعض. وهنزل ب3 حبات من القوطة مقطعاهم صغير. وبعد كده هنزل بقرن فلفل حامي براحتك طبعا لو عايزة تبدليه، وفص توم بس انا مقطعاه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هقلبهم تقليبه مع بعض، وهحط معلقة صغيرة من الصلصة. وبعد كده هحط كوباية مية واسيب الخليط ده يتسبك على نار هادية. وبعد كده هحطه في الطاجن بعد ما يتسبك زي ما انتوا شايفين. خلاص اتسبك كده، كل حاجة مستوية. طبعا انا هحطه تحت الشواية ياخد لون بس. بعد ما طلع من الفرن شكله يفتح النفس، طعمه جميل جدا مع رز بشعرية، مع اي حاجة. عايزة تقليب العيش كليه براحتك، وبالهنا والشفا. شايفين الجمال؟